افلام كتير علقت معانا واتعلقنا بيها، كان في منه الحلو وفي منه الوحش. في قائمتي النهارده هتكلم عن افلام كانت حلوه وليها فانزاتها، بس لما نزل اللعب على طول خيبت امال ناس كتير. كان في موضه كده طلعت بالذات اوائل الالفينات، هو ان لما يكون في فيلم ناجح ومكسر الدنيا نقوم عاملين له لعبه على طول. وده نفس الكلام اللي انا قلته في فيديو افلام عظيمه اتعمل منها العاب زباله ممكن تبقى تتفرج عليها. الموضه دي ممكن تنجح مره اتنين، بس طلع منها سيل من المشاريع الفاشله والعاب ما وصلتش حتى المرحله اللي احنا ممكن نقول عليها ان هي العاب اصلا. واحد ممكن يسالني يقول لي طب هو ليه الشركات بتعمل كده؟ هي الشركات عاوزه تخسر؟ بالعكس، الفكره دي نفذوها الشركات عشان تكسب منها، من مثلا استغلال نجاح فيلم معين فيقوم يعمل منها لعبه، فيقوم العميل يشتري اللعبه دي عشان تبع الفيلم اللي هو بيحبه، فيقوم فاتح الاسطوانه ومشغلها في البلاي ستيشن او في الكمبيوتر ويتصدم من اللي هو شافه، يا يكسر الكمبيوتر بقى، يكسر المحل اللي هو اشترى منه اللي هو ملوش اي ذنب، يمسك الاسطوانه يلعبها قرص طايره مع اخوه. بص يعني مأساة. ولما يلاقي الفيلم اللي هو اتنصب عليه من اللعبه دي بيتعاد في اي حته من التلفزيون يقعد يشتم عليها ويفتكر ان هو اتنصب عليه يوم من الايام، زي ما انا اتنصب عليا برضو في فيديو ممكن تبقى تروح تشوفه يعني تلقى نظر. على العموم يلا بينا نبتدي الفيديو، بس قبل ما نبدا اعمل لايك واشترك في القناه ويلا بينا نبدا. اول لعبه معانا في القايمه وهي كات وومن. بصوا، هو على العموم انا ما كنتش حابب الفيلم ده قوي، الفيلم ذات نفسه كان فكسان وما كنتش حابه، بس على الاقل ممكن يكون في ناس بره مثلا بيحبوها واتعلقوا بالشخصيه دي، مش عارف، بس انا حطيتها في القايمه عشان هضحكك دلوقتي. اللعبه زي ما انت شايف كده بالظبط، فعلا استغرب براحتك، ده حتى تقييمها على IMDb 3.4 بس ممكن يكون في ناس تحب الفيلم ده مثلا وعاوزين الشركه تعمل لهم لعبه مثلا. انا مش هقدر اقول لكم ازاي اللعبه دي كانت مستفزياني يعني استفزازيه جدا. لا، ومطور اللعبه او الناس بقى اللي فكرت في اللعبه بقى، بص يقول لك دي كات وومن، يعني لازم بقى لازم نخليها وهي بتضرب تتشقلب كل مره، تقعد بقى ما هي كات بقى، ونجيبها ان هي متاثره جدا بالقطط على اساس ان سبايدر مان مربي عناكب في البيت، او باتمان بيحب ياكل لحم الخفافيش مثلا. ده كفايه الكاميرا بتاعت اللعبه العقيمه، الكاميرا نفسها مش مظبوط، اللعبه نفسها ممله وفيها مراحل متكرره، بس في نفس الوقت في كام حاجه في اللعبه دي ما ضايقتنيش، زي مثلا التحكم وزاويه الكاميرا اللي عامله زي لعبه فانتاستيك فور كده، كنت بلعبها زمان، ففي كام حاجه كده في اللعبه ممكن اعديها. وبيني وبينكم بصراحه اللعبه دي ارحم بكتير من الالعاب التانية اللي جايه اللي انا هتكلم عنها دي. الكات سينز للاسف ما اتحمستش معاها خالص وما ركزتش معاهم، بس ثواني بقى هضحكك وهقول لك على معلومه. اللعبه دي بلغ تطويرها 8 شهور بس، فان هم يطلعوا الشغل ده ب 8 شهور وفي 2004 ده عايش جدا يعني. طب ما كان يكملوا، ما كان يديهم مهله مثلا واللعبه ممكن يطلع منها حاجه حلوه، بس لا، ما ينفعش، الشركه برضو لازم تكسب فلوس، فلازم ننزل اللعبه على طول. الحوار ده فكرني بسايبر بانك على فكره. المهم، على العموم دي كانت اول لعبه معانا. اللعبه الثانيه معانا وهي لعبه باد بويز ميامي تيك داون. مين ما يعرفش فيلم باد بويز؟ العلاقه والانسجام اللي ما بينهم كانت حاجه كويسه جدا وبتميز الفيلم، بل كمان الاكشن اللي كان بيتميز بيها الفيلم ده. فطبعا من بعد نجاح الفيلم ده الشركه فكرت ان هي تعمل لعبه ليها، ويا ريتهم ما عملوا اللعبه، يا ريتهم ما عملوا اللعبه. بص يا لهوي، بص هو نصيحه لو انت بتحب الفيلم ده وبص وبيك فان للفيلم، يعني خلاص اوعى تلعب اللعبه دي. لا بص، ايه اللي انا شايفه ده، ايه اللي انا شايفه بعيني ده، انا لغايه دلوقتي مش مصدق ان في لعبه بالشكل ده سنه 2004. واللي يغيظك في الموضوع ان قصه اللعبه ملهاش علاقه بقصه الفيلم خالص، بس هم بس خدوا كلمه باد بويز دي نعملها في اللعبه والشخصيتين اللي اتشهروا بيهم وخلاص. استغلال بحت لنجاح الفيلم ده واضح في اللعبه دي. الحوار ما بينهم وحش، والتمثيل الصوتي من اسوأ ما يكون، التحكم فيها مش سلس خالص وصعب، المهمات متكرره وهتحس بملل بسرعه. يعني باختصار اللعبه دي يعني كوم زباله صراحه. رسم وشوش الشخصيات في اللعبه كانت عامله زي التلزيق كده، اللي هو لزق صوره الممثل، ويا ريته حتى الشخصيه شبه الممثل ده. وشوش الناس اللي كانوا في GTA احلى من كده. اللعبه الثالثه معانا في القايمه وهي لعبه ترمينيتور 3 ريس اوف ذا ماشينز. مين مش فاكر فيلم ترمينيتور؟ الفيلم اللي عدى علينا كلنا واحنا صغيرين، وكان نقله بالنسبه لارنولد، واتعمل منه بعديها سلسله كبيره جدا. بس انا مش مشكلتي مع السلسله ولا مع الفيلم اصلا، انا مشكلتي هي حاجه واحده بس، وهي ان الشركه اللي واخده حقوق الفيلم او واخده يعني الحقوق ان هي ممكن تسمي ترمينيتور عادي، قرروا ان هم يعملوا لعبه باسم الفيلم عشان يبيع. فهتقول لي طب ليه كده بتقول كده وبتاع؟ ما نجرب يا عم اللعبه، انت ممكن تكون ظالمهم يا جدع. طيب ماشي، بس افتكر اني قلت لك بلاش. اهو اللعبه يا سيدي. شفت اللعبه؟ تديها كام سنه؟ يعني اللعبه دي نزلت سنه كام؟ خمن كده.
2003. والله مش بتبلع اللعبه، هو فعلا نزل سنه 2003، بس التحكم اللي فيه والجيم بلاي تحس ان انت بتلعب لعبه من التسعينات. يعني انا وانا بلعب اللعبه حسيت ان انا بلعب دوم مثلا، وفيها نفس المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنهم في الالعاب اللي فاتت، التكرار المراحل، التمثيل الصوتي مش قد كده، الجيم بلاي زي ما انت شايف. لا وايه بقى، دخلوا حاجه جديده جوه اللعب، وهي ان انت ممكن تلعب فايت. ايه ده، هو احنا ليه قلبنا على لعبه تيكن كده فجاه؟ عشان لو انت ما عجبتكش الجيم بلاي الاولاني ممكن تعجبك الجيم بلاي بتاع الفايت. هي بصراحه كانت كويسه بس برضو مش احسن حاجه، يعني دي برضو مش ده الحاجه اللي هتعلم الرانك اللعبه. بالعكس انا حسيت ان اللعبه ملهاش هويه. عارف انت المحلات اللي بتلاقيها دي اللي هو يقول لك ده انا ببيع كشري وببيع شاورما وسوري وبيتزا وكريب وكبده ايه يا عم ده؟ فاللعبه نفسها تحسها ان هي ملهاش شخصيه كده، وده للاسف زي ما انا قلت ما علتش من رانك اللعبه ولا حاجه. اللعبه الرابعه معانا في القايمه وهي لعبه ذا مامي تومب اوف ذا دراجون امبير. هو ده الفيلم اللي كان بيتعاد على ام بي سي 2 ده، وكنا بنقعد نتفرج عليه، وليه منه سلسله وبتاع، يعني محبوب من الناس برضو الفيلم ده وليه الفانز بتوعه. بس في نفس الوقت اتعمل منه لعبه، والشركه قررت ان هي تعمل اللعبه دي على حس الفيلم اكيد، والشركه استعجلت جدا في تطوير اللعبه لغايه لما طلعنا بالتحفه دي. انا عاوزك برضو تخمن اللعبه دي تديها سنه كام. خلاص خمن. اللعبه دي سنه 2008 اساسا. ايوه السنه اللي تقريبا كل الالعاب اتطورت فيها، الميكانيكس بتاعت اللعبه بدات تتطور، الجرافيك بدات تبقى اعلى، وبلاي ستيشن 3 كانت عامله شغل برضو في الفتره دي، وكانت نقله في عالم الفيديو جيمز لغايه لما يطلع لنا اللعبه دي. طب بذمتك بص على اللعبه تديها 2003 2004، مستحيل تتوقع ان اللعبه دي 2008. الجرافيك منايل ب 60 نيله، وشوش الشخصيات معوقه، الجيم بلاي نفسه ممل، التمثيل الصوتي برضو مش احسن حاجه. باختصار اللعبه دي لا ترتقي ابدا بمستوى الفيلم ولا بمستوى السنه اللي نزل فيها اللعبه. طب وليه استعجلت؟ يعني انا مش فاهم والله الشركات دي، انتوا ليه بتستعجلوا يا جماعه؟ يشتغلوا على اللعبه لغايه الاخر مفيش مشكله. انا عارف ان الشركات ممكن تبص لها اللي هي لا لازم انزل اللعبه عشان تبقى ايه حلاوتها في حموتها كده، الناس تتفرج على الفيلم تقوم ايه شاريه اللعبه على طول. انا فاهم دماغ الشركه، بس في نفس الوقت مش كده، يعني اديله منتج ما يكونش رديء للدرجه دي. زي لعبه رامبو لما انا اتكلمت برضو في الفيديو اللي فات، اللعبه كانت يا لهوي ما تفكرونيش يا جماعه باللعبه دي والله. يعني دي بقى كانت 2014. تخيل الشوتنج نفسه في اللعبه مش حلو، سرد القصه جوه اللعبه ممل، مش حلو بصراحه اللعبه. لا يعني انا حتى في الفيديو ده بحاول اديله مبررات اللي هو ممكن يكون استعجلوا مثلا في اللعبه، او ممكن يكونوا لا خالص. يعني اللعبه دي ممكن تبقى حلوه لو نزل سنه 2004 مثلا ولا 2003، انما مش 2008. يمكن ده اكتر لعبه انا اتصدمت فيها في القايمه كلها. بس لسه برضه قدام في كتير. اللعبه الخامسه معانا في القايمه وهي لعبه فايت كلاب. انا عارف اللي جبتها في الفيديو اللي فات، بس في نفس الوقت كنت حابب اتكلم اكتر عن اللعبه دي. اللعبه عيبها ان هي ملهاش علاقه خالص بالفيلم، وتحسها لعبه فايت عاديه كانك بالظبط بتلعب تيكن مثلا، بس على الاقل اللعبه دي ارحم بكتير من الالعاب اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عنها. بس في نفس الوقت يعني بذمتك انت هشتري لعبه تيكن ولا ستريت فايت ولا اشتري لعبه فايت كلاب؟ ده لو بتكلم على وقتها اللي هي سنه 2004 اكيد لعبه ستريت فايت او تيكن، لان هي بتقدم لي تجربه قويه اقوى من كده بقى بكتير والكلام ده. حتى الجرافيك والتفاصيل ذات نفسه في اللعبه ضعيفه، وغالبا كده اللعبه ملهاش قصه محدده. يعني على الاقل تيكن كان ليها قصه، بس في لعبه فايت كلاب عملوا لعبه فايت بلا هدف، فدي بصراحه من العيب القاتل في اللعبه بالنسبه لي. اللعبه السادسه معانا وهي لعبه تشارلي اند ذا شوكليت فاكتوري. الفيلم بصراحه كان جميل وقصته حلوه. انا مش بيك فان قوي للفيلم ده، بس لازم اعترف ان الفيلم ممتع. قصه خفيفه بسيطه بتتكلم عن كذا طفل هيخش المصنع بتاع تشارلي وهيحصل لهم مغامرات كتيره وبتاع لغايه لما الواد الفقير هو اللي يستحق ان هو يكسب بالجائزه وبس كده. انا عارف ان انا بحكيها كروكي كده، بس يعني ايه، يعني اغلبكم فاهمين انا قصدي ايه. نيجي بقى على اللعبه. عارفين احلام العصاري؟ اللي هو لما مثلا بتنام الظهر وتقوم تصحى العصر، الاحلام وقتها ما بتبقاش مفهومه خالص. اهي اللعبه دي هي اللي بتوصف الحاله دي، حاله احلام العصاري اللي انت بتحلمها. اللعبه يخرب بيت كده، اللعبه تقرف يا جدعان، يا جدعان عيب. هقلب بقى جت صابر والله، اللي هو يا جدعان اللعبه بشعه نازله على بلاي ستيشن 2. اللعبه بشعه مش ممله بس، لا ده انت لو راجل العب ساعه باللعبه دي. الجرافيك نيله يا عم، سيبك من الجرافيك يا عم، الجرافيك مش كل حاجه زي الفلوس مش كل حاجه كده. اديني جيم بلاي على الاقل يعني اسلي بيه وقت، ويا ريت حتى اللعبه ممتعه وتقضي بيها وقت ظريف يعني. لا خالص مش بيديك حتى الميزه دي. بطل اللعبه شكله معاق ذهنيا، والاداءات الصوتيه مش موجوده، يعني كانت تجربه مأساة. اللعبه السابعه معانا في القايمه وهي لعبه تشارلز انجل، اللي هو الفيلم اللي هو بتاع سام واليكس وكلوفر. عارفين انتوا الكرتون حتى اللي كان بيجي على ام سي 3 كان نفس الكلام برضه. هو الكرتون اشهر من الفيلم اصلا بالنسبه لي. فهم بقى ايه، الشركه
بقى اللي عملت الفيلم قالت ايه، احنا لازم نعمل لعبه، ويا ريت هم عملوا اللعبه برضه. انا عاوز اديك 3 ثواني، 1 2 3. هو ده شكل اللعبه. اللعبه نزلت امتى يا عم بستول؟ سنه 2003. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني لعبه كراش اللي هو الريس احلى منها بكتير. اللعبه متخلفه، ده تخلف والله. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ الكاميرا بتاعت اللعبه معوقه، ومين اللي بتنطط ده؟ تقريبا نفس العيوب بتاع الالعاب التانيه، بس دي على ليفل اعلى شويه. يمكن اكتر حاجه ظبطوها في اللعبه هي الكات سينز، ويا ريتهم ظبطوها برضه، لان هي مش فارقه. باختصار يعني انتوا فاهمين بقى. تعالوا بقى ننتقل على المركز الاول. انا هديك 5 ثواني. انا عارف اللعبه بديك ارقام كتير، معلش انا اسف استحملني، بس انا هديك 5 ثواني تفكر على المركز الاول كأسوأ لعبه مقتبسه من فيلم. انا هسيبك تفكر شويه. 5 4 3 2 1. لعبة هوم الون. اكيد انت عارف فيلم هوم الون كجزء اول او كجزء تاني، بس طبعا اكتر جزء مشهور واللي دايما بيتعاد في كل كريسماس هي الجزء ده. فطبعا الشركة بقى قالت طب ما نعمل لعبة على الفيلم ده، ونقوم ايه نستغل اسم الفيلم نحطها في البوستر كده. هتقول لي اللعبة ليها علاقة بالفيلم؟ اقول لك اللعبة ملهاش علاقة بالفيديو جيمز اصلا. هو ده اللعبة، ايوه اللي انت شايفه ده هو ده اللعبة، هو ده الجيم بلاي بتاع اللعبة، ونازلة على بلاي ستيشن 2. هتقول لي طب ده 2000 وكام ومش عارف ايه. لا هي 2006. شوف بقى كام لعبه نزلت في سنه 2006. طب عادي ما تتحملش عليهم قوي كده، ما هو عادي يعني. فكره الفيلم مش اكشن عشان تعمل لعبه يعني قويه وكده، ولا فكره الفيلم رعب عشان تعمل لعبه رعب، ولا اي حاجه يعني. ما تتحملش عليهم. انا بس كل اللي مضايقني اسم هوم الون اللي محطوط، والبوستر بتاع اللعبه زي ما انت شايف. ايوه هي دي بوستر اللعبه. فالناس اكيد كانت فاكره ان هم هيدخلوا جوه اللعبه هيشوفوا اي حاجه من الفيلم. لا اللعبه ممله تماما. الجرافيك زي ما انت شايف كده استغلال بحت الاسم هوم الون. انت تفتح اللعبه كنت فاكر ان انت هتلاقي حاجه ليها علاقه بالفيلم، تلاقي لعبه فلاش. عارف انت اللي هو العاب فلاش اللي انت كنت بتلعبها زمان وانت صغير؟ هي دي نفس الحاجه. مين يصدق ان دي لعبه بلاي ستيشن؟ على العموم هو ده كان قائمتي لاسوأ العاب كانت على اساس افلام. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو انت لسه مش مشترك اشترك معايا في القناه. شكرا جدا جدا على المتابعه. سلام عليكم.